إذا أنت عراقي وتريد تسافر لأي بلد سفرة VIP ومع رجال أعمال، تعال أعلمك شلون. أول شيء اطلب تاكسي المسافر وصالة توباز، راح تجي سيارة حديثة تاخذك من البيت وتوصلك المطار بغداد بأسرع وقت ممكن. بعدها يستقبلك موظف توباز وياخذك لصالة رجال الأعمال، هنا متوفرة أنواع الأكلات وأوبن بوفيه، ومتوفرة بيها مقاعد حديثة وVIP، ومطلة على مدرج الطيارة، يعني وأنت قاعد تتناول وجبتك المفضلة ومشروبك المفضل راح تشوف طيارة جاية وطيارة رايحة، وبعد ما تكمل وجبتك أنت راح تقعد وترتاح وتنتظر موعد طيارتك. أما موظف توباز راح يمشي بالإجراءات ويشحن جنطتك ويسلمك الجواز حتى تغادر البلد. أنا سافرت من بغداد إلى طهران حتى أحضر مناسبة تصير بالسنة مرة واحدة، وهاي الوجبة اللي يقدمون إياها بالطيارة، اللي تتكون من نستلة وساندويش فاهيتا دجاج وبطل مي وكلينس مرطب وجاف وكاتشب للساندويش. واستقبلتنا شركة ديدكار بالورود، هم اللي راح ينظمون لنا برامجنا وفنادقنا في كل محافظات إيران. وكأول انطباع لي عن طهران، شفتها مدينة نظيفة ومتطورة، ودخلنا أكبر نفق بإيران طوله 3 كيلوات. وصلنا معرض بين المللي، يعني من كل المدن، قصينا تيكت وراح ندخل كل القاعات حتى نتعرف على ثقافة إيران من الشمال للجنوب. كل مدينة تشتهر بشي، شفنا صناعة الفخار والمنحوتات من مدينة همدان، وشفنا أجود أنواع السجاد من مدينة كاشان، وصناعة النحاسيات من مدينة زنجان، وصناعة الآلات الموسيقية من مدينة أصفهان، وصناعة السيارات القديمة والحديثة من مدينة طهران، وجربنا الأكلات الشعبية وحبيتها من مدينة رشت وقيلان، وشفنا أزيائهم التقليدية ورقصاتهم الشعبية في شمال إيران. وشاركوا بهذا المعرض كل شركات الطيران وفنادق مدينة مشهد، وشفنا جزء بسيط من الفنون الشعبية لمدينة شونقان، وشفنا أشكال البيوت لمدينة رامسر وشالوس في شمال إيران، وسمعنا الأدب والشعر لمدينة شيراز. صار الليل ورجعنا للفندق، وثاني يوم من الصبح توجهنا للمطار. ومن ثقافة إيران من تغادر البلد لازم تمر من جو القرآن. وصلت بغداد واستقبلني تاكسي المسافر، أخذ جنطتي لوحدة من سياراتهم الحديثة ورجعني للبيت. وخذ مني هاي المعلومة،